بصوا يا جماعه، ده العنوان بالتفاصيل للناس اللي عايزه تيجي سنتر رؤوف. طبعا اللي عايز يجي من ناحيه كوبري الساحل بيبقى جاي من الاتجاه ده كده، هيتلاقي السنتر على شماله قبل اسم الوراق بجوار بنزين التوتال. يعني ادي بنزين التوتال وادي الاسكان اهو، يعني ده الاسكان بتاع الوراق ودي بنزين التوتال، احنا قبل منها على طول زي ما انتم شايفين كده. ده اللي جاي من اتجاه كوبري الساحل. اما بقى اللي جاي من اتجاه الدائري هيبقى جاي كده، السنتر هيبقى على ايده اليمين، هيبقى بعد اسم الوراق على طول. يعني اسم الوراق هيبقى على شماله، بعد بحوالي بالظبط مش هيكمل 50 متر هتلاقي العماره على ايده اليمين اهي، بعد البنزينه بتاع التوتال اهي يا جماعه. بنزين التوتال اهي واضحه قوي. تعالوا بقى نعدي الطريق، يلا. يا جماعه دي كده واجهه العماره اهي، دي واجهه العماره. طبعا ده المدخل بتاع سنتر رؤوف. طبعا احنا عندنا ليه مدخل 1 2 3 مداخل، تعالوا هنتكلم بقى عنهم بالتفاصيل. طبعا احنا عندنا الدور الاولاني ده في سنتر رؤوف. احنا عندنا ده عارضين فيه شغل البورسلين او شغل الاطباق، شغل الباترين. طبعا احنا عندنا الباترين اهي دي كلها صيني، وطقم فطار بقى وبورسلين. ده في الدور الاولاني. بصي ادي دي باترينا الثانيه عارضين فيها كل الشغل ده. طبعا وادي باترينا ثالثه، 4 5 باترين عارضين فيهم الشغل هنا. ده الشغل اللي موجود اللي هو بتاع اللطقم الصيني. طبعا تعالى بقى معانا هنوريكم برده مفاجاه من مفاجات سنتر رؤوف. طبعا ده الاستوديو يا جماعه اللي احنا بنصور فيه اهو، ده الاستوديو اللي احنا بنصور فيه وبنعمل لكم فيه الاكلات اللي انتم بتشوفوها دي. طبعا احنا في بقى الدور الثاني من سنتر رؤوف. تعالوا يلا ننزل. بصوا ده بقى لما بنخش اهو، هنا في سلم بننزل للدور الثاني اللي فيه كل حاجه المطبخ والبلاستيكات والرفايع. تعالى اتفضل. طبعا هنا بقى الدور الثاني فيه كل حاجه. طبعا احنا عندنا في بقى احنا اقسام هنا متقسمه. دي طاسات الفرداني، دي عندنا اطقم الصواني واطقم الطاسات وصواني الفرن الجرانيت والالومنيا وغيره. واحنا عندنا الباكيه الثانيه. طبعا دي بقيه الطاسات الوك والفرداني. هنا الجريلات والصواني الفرن والكنك واللبانات بكل انواعها. عندنا بقى قسم كبير قوي لطقم الحلل، يعني كل انواع اطقم الحلل اللي موجوده في مصر عندنا في سنتر رؤوف. طبعا من جرانيت لتيفال لتيتانيوم لسيراميك لكل والاستانلس بكل انواعه. تعالى اهو برده ده الاستانلس. طبعا احنا عارضين من الحاجات بعض الشغل، لكن الحمد لله احنا عندنا كل الانواع اللي موجوده في مصر موجوده عندنا. طبعا عندنا ده المجات طبعا التركي موجوده، والبلانك ماكس بكل اشكالها الحمد لله. طبعا تعالى اتفضل. دي طبعا صواني التقديم، جزء منها طبعا احنا عارضينه، لكن في طبعا اشكال كتير جدا مش معروضه. اهو تعالى اتفضل يا استاذ جورج، لا مؤاخذه. اهو دي صواني التقديم عارضين منها طبعا بعض العينات. عندنا طبعا اطقم الكاسات بكل انواعها موجوده، طبعا عارضين منها جزء وجزء تاني لا. وعندنا ده جزء الكبات. بص بقى جزء الرفايع، عندنا ده جزء الرفايع كامل اهو. كل انواع الرفايع اللي انتم تتخيلوها موجوده عندنا في سنتر رؤوف. عندنا ده قسم البلاستيكات. تعال اتفضل. عندنا طبعا كل قسم البلاستيكات والازاز المصري اللي هي الكوبايات والازاز المصري. عندنا البلاستيكات وعلب الثلاجه والبولات وبكل انواعها. طبعا كلها الحمد لله احنا بنشتغل فيها بي 5 صح 100%. كل انواع البلاستيكات عندنا بي 5 اهو. هات كده الجزء الداخلي ده اهو. طبعا تعالى بقى عندنا طبعا كل البلاستيكات احنا بنشتغل فيها بي 5 صحيه 100%. حتى الباسكتات بتاعت الزباله احنا بنشتغل فيها بي 5 برضه صحيه 100%. طبعا ده كده صوره او فيديو مفصل لسنتر رؤوف الدورين. طبعا عندنا سجاد وعندنا عبايات بنتكلم عنهم في فيديوهات مفصله، بس انا حبيت اوصف العنوان واديكم صوره او رسمه لسنتر رؤوف. مستنيينكم تنورونا من كل مكان في مصر في سنتر رؤوف. عنواننا في الوراق، شارع كورنيش النيل بجوار بنزين التوتال جنب الاسكان قبل اسم الوراق. شكرا.